أخت خولة من كندا. أهلا ومرحبا أخت خولة. أهلا، السلام عليكم أستاذ جلال. عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك وبركاته. وأهلا بك. الله يرضى عنك. أستاذ جلال، أريد أن أقول للدول العربية والإسلامية التي ستدافع عن الأمة العربية والإسلامية، يا مرحبا بهم وحياهم الله، وإن شاء الله إيد بإيد. وقد سمعت أحد الأخوة يقول أن الإرهاب من السعودية، وأنا أقول له: أليست السعودية قبل أسابيع وأشهر قد طالها الإرهاب بالتفجيرات؟ لماذا لم يصل الإرهاب إلى إيران وإسرائيل؟ كفانا تفرقة، كفانا تفرقة يا أمة العرب، يا أمة الإسلام. فقد أصبحنا بيد الفرس المجوس. كفانا. قالها شارون مرة، شارون اللعين قالها مرة: لن نستطيع أن نغلب العرب لأنهم مسلحين بالإيمان. الآن أصبح العراق هو الحاضنة الوحيدة الأكثر للإرهاب. الدواعش والحرس الثوري كلهم من إيران. الرجاء على كل من يسمع كلامي من العرب، من كافة الدول العربية والإسلامية ومن العراق بالأخص: انظروا إلى ما أصبح إليه العراق. أصبح الجوع والفقر والمرض والتهجير. كلنا يجب أن نكون يدا بيد مع التحالف الإسلامي العربي. الكل ندعوهم إلى المشاركة، وأول من يبتدئ به هو العراق. انقذوا العراق وأهل العراق، انقذوا سوريا، انقذوا اليمن، انقذوا فلسطين، انقذوا لبنان، انقذوا البحرين، انقذوا الدول العربية. الله أكبر، والنصر للأمة العربية وللتحالف العربي، وحياهم الله وبياهم. إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب. إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب. إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب. إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب.